أهلا بيكم في قناة بايو جيو ساينس. النهاردة هنبتدي أول حلقة في سلسلة حدوتة ومعلومة. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ تعالوا نفتح الباب وبعدين نحكي الحدوتة بتاعتنا. زومبي، ابعدي عني ابعدي عني، أرجوكي ما تجيش قريب مني، ابعدي ابعدي. ازاي حصل لك ده؟ ازاي بقيتي زومبي كده؟ من فضلك خليكي بعيد. ضحكت عليكي كسبة إبريل. يا نهار أبيض، شكلك كان بيضحك جدا. يوه، ريحتيني، أنا اتخضيت وافتكرت إن في زومبي بجد، حرام عليكي. طيب انتي عارفة ازاي يوم كسبة ابريل بدأ؟ وليه اصلا الناس بتحتفل باليوم ده بالذات عن طريق انهم يعملوا مقالب في بعض؟ أنا أعرف إن يوم كسبة إبريل إحنا بنعمل فيه مقالب في بعض، بس مش عارفة ليه. طيب تعالي بقى لما احكيلك ازاي اليوم ده بدأ وليه الناس بتحتفل بالطريقة دي بالذات، مش زي بقية الأعياد أو الاحتفالات اللي بنجيب فيها هدايا مثلا لبعض. عشان نعرف ازاي بدأ يوم كسبة إبريل، في عندنا نظريتين. النظرية الأولى بتقول إن أيام الرومان كان في احتفال اسمه هيلاريا، وده احتفال كبير جدا بيتعمل آخر مارس لتكريم آلهة اسمها سيبل، وكان دايما بيحصل في الربيع. والناس هناك كان عندهم عادة إنهم يلبسوا ملابس تكون شكلها مضحك ويكون مش لايقة على بعض. وكان عندهم عادة كمان إنهم يدوا بعض ورقة، الورقة دي يكون مكتوب فيها حاجة زي مثلا روح السوبر ماركت ودور على الجايزة بتاعتك، والشخص ياخد الورقة دي ويروح السوبر ماركت ما يلاقيش حاجة، وبكده يكون شرب المقلب. ومع الوقت الناس ابتدوا يحتفلوا بالاحتفال ده عن طريق إنهم يعملوا مقالب مضحكة في بعض. طيب النظرية التانية بتقول إن في القرن الستاشر كان التقويم بيبدأ يوم 1 إبريل، يعني يوم 1 إبريل كان هو يوم رأس السنة، وبعدين بعد شوية تم تعديل التقويم ده وبقى يوم رأس السنة يوم 1 يناير. بس في مجموعة من الناس قرروا إن هم مش هيحتفلوا يوم 1 يناير وهيفضلوا يحتفلوا على التقويم القديم يوم 1 إبريل. وكان الناس دايما بيضحكوا عليهم وكانوا بيسموهم إبريل فولز، يعني دول الناس الحمقى بتوع إبريل اللي هم بيحتفلوا يوم 1 إبريل ومش عايزين يحتفلوا يوم 1 يناير زي التقويم الجديد ما بيقول. ولكن مع مرور الوقت الناس ابتدوا يستخدموا اليوم ده عشان برضو يعملوا مقالب في بعض. بس يوم 1 إبريل مش بس لأن احنا نعمل مقالب في بعض ونضحك على بعض، لو فكرنا فيه كويس هنلاقي ان هو بيعلمنا حاجة مهمة جدا، ودي هتبقى المعلومة بتاعت النهاردة. أول حاجة، بيعلمنا اننا مش لازم نصدق أي حاجة تتقالنا ونعملها من غير تفكير، لازم نبص أكتر للتفاصيل. يعني أنا مش أي حد يديني ورقة مكتوب فيها أي حاجة أجري على طول أنفذ اللي مكتوب في الورقة، او اي حد يقولي اي حاجة فاجري انفذ اللي هو بيقولهولي من غير ما افكر الاول في الكلام اللي اتقالي. طيب وتاني حاجة، ان هو بيعلمنا ان احنا لازم لما نعمل مقالب في بعض نتأكد ان المقلب ده يكون بهدف الضحك. مش من حقنا ابدا اننا نتريق على عيوب بعض ونقول ان احنا بنهزر، ومش من حقنا ابدا ان احنا نهين الاشخاص اللي حوالينا باسم الهزار او اننا بنعمل فيهم مقلب. لازم دايما نراعي مشاعر الناس اللي حوالينا وما نأذيهمش لا جسديا ولا نفسيا، عشان كمان هم يراعوا مشاعرنا ومحدش يأذينا. بس احنا كده خلصنا الحدوتة بتاعت النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا حاجة جديدة. ولو اول مرة تشوفوني، انا ميسز نورهان ودي قناة بايو جيو ساينس. اشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اول باول.